أنا أسألك سؤال، عمرك حسيت إنك بتحب حاجات كتير؟ يعني نِفْسك تتعلّم تصميم وتبرمج وتمنتج فيديوهات وتصوّر وتفتح قناة وتكتب وتتعلّم حاجات عن حاجات كتير، بس المشكلة كل مرّة تيجي تبدأ تحس إنك تايه، مش عارف تمشي في إيه ولا تركّز على إيه، تحس إن دماغك عايزة تعمل كل حاجة وفي الآخر ما تعملش حاجة. لو ده اللي بيحصل معاك، فركّز معايا في الكلام الجاي. بُص يا صاحبي، الناس اللي عندهم اهتمامات كتير دي مش مشكلة، بالعكس دي ميزة. بس المشكلة بتبدأ لما تفتكر إنك لازم تختار اهتمام واحد طول حياتك. الحقيقة إنك مش لازم تختار دلوقتي بس، لازم تبدأ بحاجة واحدة وتدوس فيها. يعني إيه؟ يعني شوف أكتر حاجة فيهم نفسك تبدأ بيها، حتى لو مش متأكد ابدأ بيها 3 شهور بس، اديها من وقتك وتركيزك، جرب، اغلط، اتعلم، شوف نفسك فيها. يا إما تكتشف إنك بتحبها فعلا، يا إما تلاقي نفسك مش مستريح، وساعتها تغير. بس الفرق إنك دلوقتي متعلم حاجة، مش واقف مكانك وبتفكر طول اليوم. انت عارف في ناس وصلت لنجاحات كبيرة جدا مش لأنهم عرفوا هم بيحبوا ايه من الأول، لأ، علشان جربوا ووقعوا وقاموا تاني ودوروا على نفسهم لحد ما لقوا الطريق اللي بيحبوه. اللي بيبدأ حتى لو مش متأكد هيوصل أسرع من اللي بيفكر طول الوقت. فلو انت بتحب كل حاجة ومش عارف تبدأ بإيه، ابدأ بأي حاجة، اختار مجال واحد اديله من وقتك، ولما توصله لآخره هتعرف تكمل ولا تغير. المهم متقفش. وخلي بالك من حاجة، انت مش مطالب انك تبقى الأفضل في كل حاجة، بس لو بقيت مميز في حاجة واحدة بس ممكن تفتح لك أبواب كتير قوي للحاجات التانية اللي بتحبها. يعني مثلا لو اتعلمت المونتاج كويس ممكن تستخدمه تعمل قناة تتكلم فيها عن المحتوى اللي انت بتحبه، أو تعمل شغل لناس تانية. الاهتمامات كلها ممكن تترابط بس البداية هي المفتاح. في الآخر أنا عايزك تسأل نفسك سؤال واحد، هو أنا هستنى أكتر من كده ولا أبدأ حتى لو مش عارف النهاية؟ لأن طول ما انت واقف مكانك عمرك ما هتعرف انت شاطر في ايه فعلا. ابدأ، جرب، ما تخافش تغلط. قولي في الكومنتات أكتر مجال نفسك تتعلمه، ولو محتاج خطوات أو مساعدة أنا معاك واحدة واحدة. بس اوعدني إنك مش هتفضل واقف زي ما أنت. ابدأ من دلوقتي وبس. كان معاكم عمر، وسلام.